بصراحة يعني هذا السيد يعني أثّر يعني عنده واحد الدور يعني كبير في الحياة ديالي. كنشوفوا أنه نموذج لواحد الإنسان يعني اللي مكافح يعني، وأي إنسان يقدر يكافح ويدير شي حاجة يعني اللي تقدر توصّله وينجح في حياته، غير المثابرة والكفاح والإنسان ما يعياش. إذًا هذا كنشوفوا واحد النموذج ديال واحد الإنسان اللي هو أصلًا كافح وبدا من الزيرو، بدا من لا شيء. وخصوصًا أنه كيقدّم محتوى يعني عربي يعني باللغة العربية، واستطاع يكتسب جمهور كبير ويكتسب يعني الحب ديال الناس، خصوصًا أنه مثلًا ما كيجيبش مواضيع اللي هي أصلًا ماشي مزيانة ولا يعني تافهة. بالعكس راه إنسان كيحارب التفاهة، وكينشر يعني فكر يعني مزيان وكيشجّع يعني حتى على أن الإنسان تكون عنده أفكار خاصة به ونيّرة، وعلاش لا يعني يكون بحال يوسف أعبو، هذا السيد اللي أصلًا كنشوفو نموذج اللي أصلًا خص يكون قدوة بزاف ديال الشباب وأنا منهم. حيت كنشوف أن هذا السيد هذا يعني في الأول كما قال وعاود هو بنفسه أنه يعني بدا القناة ديالو في الأول يعني ما كانوش المشاهدات بزاف ونسبة التفاعل قليلة ويعني والإحباط اللي كيجي طبعًا لأي إنسان في اللحظات ديال الفشل. كاين يعني بدا من لا شيء، بدا من مئة مشترك ل1000 مشترك، مئات الآلاف من المشتركين، حاليًا كيحقق ملايين ديال المشتركين. كلشي ديال الشيء غير بالصبر وبالمثابرة. وحاليًا يعني كيقدموه مثلًا مواقع وحتى يعني الجزيرة استضفاتو يعني مرة و2 استضفاتو الجزيرة. يعني هذا الشيء كيشرّف المحتوى المغربي والعربي بصفة عامة. يعني ماشي هو المحتوى التافه اللي أصلًا يعني غير هو، هذا هو المحتوى اللي خصو يشجّع. شتي الناس يعني الناس اللي كيستضفوه مثلًا الجزيرة كيبغيو يقولوا باللي هذه هي الثقافة، هذا هو الإنسان اللي كينشر يعني الوعي يعني كينوّر العقل ديال الإنسان، ماشي أنت تجي تنشر لي التفاهة والخول الخاوي وفي الآخر تقول يعني شتا ما كتصبش، لا. إذًا هذا هو القدوة ديالي الصراحة، نتمنى من الله أنني نلتقي شي نهار هذا الشخص هذا، وعندي الشرف أنه ينورني بشي أفكار ويفيدني في البداية ديالي يعني كيوتيوبر مغربي وفي علم النفس بالدارجة المغربية. نتمنى التوفيق لهذا الإنسان هذا والأمثال هذا الشخص هذا، ونتمنى التوفيق حتى لراسي إن شاء الله. دمتم سالمين، وتحياتي أخي يوسف أعبو من تطوان.